بعد ما الرجاء احتجت على العصبة وعلى التحكيم وعدم تكافؤ الفرص، اليوم كيخرج الناس بلقشور رئيس العصبة وكيبرر ان العصبة كدير خدمتها. المهم غادي نسمعوا التصريح ديالو وغادي يكون الرد ديالنا. مرحبا، المهم نسمعوا هذا الموضوع ديال البرمجه اثار كثيرا مؤخرا من النقاش والجدل عن علم او غير علم، او عن قصد او عن غير قصد، او في بعض الاحيان تكون البرمجه هي شماعه ديال النتائج السلبيه. هاد القضيه هادي على وديت الرجاء، زعما على وديت الرجاء باللي راه ما عندهاش نتائج ايجابيه، داكشي علاش كيحتجوا على العصبه. ولكن اليوم اثرنا باش نخرجوا بشكل رسمي ونوضح للراي العام الرياضي ضروري ان نذكر بالتاخر اللي عرفوا انطلاقه ديال هذا الموسم ولا حتى الموسم الماضي مما يؤثر سلبا على انسيابيه البرمجه او البرمجه اللي كتكون بشكل اعتيادي وطبيعي وفيها واحد النسبه وعدد ايام الراحه مهم جدا. الحاله ديال هذه السنه هي حاله استثنائيه. العصبه ديما عندها الحالات الاستثنائيه، في كورونا كاع اكثر. الموسم الماضي مصيبه كحل اللي قبله، مصيبه كارثه عظمى ديما. ما يمكنش شي غير هاد السنه اللي حاله استثنائيه. هاد السنه راه عاد مزيانه القضيه على السنوات اللي دازت اللي كانت مشكل ديال كورونا وبزاف المشاكل. استثنائيه على اعتبار اننا نود ونمني النفس ان ننهي الموسم في 30 يونيو او ما قبل. هذا امر ضروري ومؤكد ان اطال الله عمرنا جميعا. نعم. نقول لك الاكراهات اللي كاينه، ولكن علاش كون من 30 يونيو؟ غنمشي للشطر الثاني من الرؤيه، لاننا خاصنا ننطلقوا الموسم المقبل في اجل معقول جدا يضمن لنا كذلك ان ننهي الموسم المقبل قبل من لاكان اللي عندنا في 2025 وانتم على العلم بها. الناس الذين ينتقدون البرمجه لا يستحضرون كاس افريقيا اللي غتقام ببلادنا ان شاء الله 2025، واللي احنا ملزمين اننا نفرغوا الملاعب ونوضعوها رهن اشاره الكاف على الاقل واحد الشهرين قبل من الموعد ديالها، منها الملاعب الرسميه اللي غتجرى فيها المباريات ومنها الملاعب ديال التدريب. وجب هادشي لعدم تكافؤ الفرص، وكل 3 ايام مباراة. لا كل 3 ايام مباراة راه غادي تساليو البطولة في شهر 4 اظن. اجبنا لهاد القضية احنا. حتى بقينا بالقشور، حيت السؤال اللي كيطرح نفسه بقينا غادي بهذا الريتم ديال هذا الريتم هذا ديال 2 ماتشات اسبوع، راه ما غاتساليش 30 يونيو، كنظن في 30 ابريل. لا مني غادي نعطيك الكالندري غتقول لي واش محال واش تقدر تسالي في 30 يونيو. نعم، لانه كاين استحقاقات اللي الناس ما مستحضرينهاش. اولا من هنا ل 30 يونيو تنتكلموا على تقريبا 17 اسبوع، حنا كنحسبوا بالاسابيع، يعني ما يقارب 120 يوم الى حسبنا مارس افريل مي جوان. وخذوا شي ستيلو ورقه باش تعاونوا معايا في الكتاب باش نشرحوا للناس. اما دابا 4 شهور و10 ايام، عندنا 4 شهور بالضبط 10 ايام ما بين 120 و 130 يوم، يعني تقريبا 17 اسبوع. غادي نحيدوا منها 2 دات فيفا اللي عندنا، وحده كاينه في مارس غتبدا لو 18 حتى لو 26، ونحيدوا منها وحده كاينه في شهر 6 اللي هي 3 6 و 10 6، يعني 20 يوم. حيد 20 يوم يعني دابا خذ معايا الحساب ياك معاك. وي عندنا هاد لي دو ماتش اللي باقيين عندنا ديال السانكيام ماتش ولو سيزيام ماتش ديال لي جروب ديال الوداد وديال نهضة بركان لو 24 et le 5 février le 2 et le 3 mars. السي بالقشور علاش الوداد ما تلعبش المباراة ديالها وتمشي تسافر تمشي تلعب تشامبيونز ليغ ديالها؟ دابا حنا غير في دوري المجموعات، مازال ما وصلناش للربع ولا باش تكون الامور الناس جديه. نهضة بركان ديجا مأهله اظن، تأجلوا الماتشات ديالها صراحة سيمانة ولا 10 ايام قبل مع بزاف. تلعب 3 وتمشي تسافر. هذه لعبوا نهار الحد، لعب 3 شحال يبقى لها تما 5 ايام بارك عليها اسمو بات 25 février le 24 25 et le 2 3. انا بالنسبه لنا هادو كيكونسوميو لينا 2 ديال الاسابيع، لاننا مجبرين اننا ناجلوا المباريات. وكيف النقطه نديروا بوست في هذه النقطه ونكملوا. حنا حاسبين معك دابا قلتي 10 ايام في 10 ايام ديال الدات فيفا، حنا غاديين في هذه النقطه ديال المشاركات الخارجيه. حنا نتمناو ان بركان الوداد يمشيو لابعد نقطه ممكنه اللي هي المباراه النهائيه والتتويج. فهاد اللي كنهضروا نديروا هذا الحساب، علاش كتعتبروا انتم جوج اسابيع؟ واش غتاجلوا الدوره كامله ولا فقط دوك لي ماتش ديالهم؟ واش يبقاو مؤجلات تابعينكم كما في مصر، او انكم غتحاولوا قبل ما تلعب الدوره المواليه تلعبوا الوداد وبركان بالقشور؟ جوستومون دونك حنا في البرمجه ديالنا راه كنكونوا متفائلين. احنا دايرين في البرمجه ديالنا بان فريق نهضة بركان غيمشي حتى للنهايه، ولما لا حتى فريق الوداد البيضاوي حتى هو، ولو يبقى عنده غير شعره ديال الامل في التاهيل. دونك كناخذوا هادشي كله بعين الاعتبار، وكان غادي نجاوبك على المؤجلات، وتنعتبروا ان
القرار المقرر اللي تخدم بالمكتب المديري ديال من بعد من وصلوا المباريات ديال الربع ونصف النهائي والنهائيه ما كاينش برمجه المباريات ما بينهما. يعني تناخذوا لا فاز ديال الكار دو فينال اللي فيها لا لي غوتور دو ويكاند، لا فاز ديال دومي فينال لا لي غوتور دو ويكاند، ولا فينال اللي فيها لا لي غوتور اللي غتكون لو 11 لو 12 مي حتى هي كتكونسومي واحد ويكاند. انا هنا تنكتب 2 4 6 7 8 تاع ديال لي ويكاند اللي غيكونسوميو لينا لا كوب لا كاف ولا شامبيونز ليغ. داكور. يعني انتم في البرمجه ديالكم كتقولوا ان هذاك الاسبوع راه يقدر يكون، اذا انتم واخدين في عين الاعتبار من دابا. وي من دابا هادشي ديال البرمجه خاصنا بهذا المنطق. انا ما تنخدمش شي منطق اخر، هذا هو المنطق اللي كنعتمدوا عليه. لو تبدلت الامور غتبدلوا انتم البرمجه. الثانيه التأيب اللي ما تيستحضروش الناس، هو عندها 5 ديال الادوار اللي باقا كتنتظرنا ديال كاس العرش. امتى مطالبين؟ شنو التحدي عندكم في كاس العرش؟ امتى تلعب نصف النهائي الاخير مثلا باش ناخذوا فكره على برمجه كاس العرش امتى غادي تكون؟ انا بالنسبه لي انا خاصني ندير نصف النهائي الاخير قبل من 30 يونيو ونخلي لا فينال اللي هي اللي كتهيئ كنعرفوا التاريخ ديالها كيفاش تيكون. انا بالنسبه لي انا خاصني نخرج لي فيناليست افون 30 جوان. يعني 30 جوان خص تكون البطوله سالات ويكون عندك فينال اللي بقى ديال كاس العرش. لي دو فيناليست خاصهم يكونوا كاينين، هذا هو المنطق. دونك ملي كنحسب هاد 5 الادوار سيتادير انا بالنسبه لي راه 5 سيمين، ملي كنحسب لينا السيمين ديال لي كوب دو لا كاف شامبيونز ليغ وكوب دو لا كاف راه كنولي في 14 سيمين. خاصني هاد الايام اللي غتبقى هي اللي نديروا فيها المؤجلات وهي اللي نلعبوا فيها 9 ديال الدورات. واش ديتي معايا حساب؟ انا حاسبك مازال كاين اسئله عديده اللي الناس يحاولوا تما نفهموهم ونطرحوا الاسئله ديال الناس. كاين بزاف ديال الاسئله. دابا عندكم تحدي ديال 30 يونيو فيه نصف نهائي كاس العرش وفيه البطوله. غنجاوبك على الشق الاخر اللي ما جاوبتكش عليه. نعم. هو ديال المؤجلات. وي ما غيمكنش نبقاو لاعبين باستمرار حتى نراكموا. الا مشاو الانديه ديالنا حتى للنهايه من هنا راه غادي نقدروا نوصلوا ل9 المؤجلات ولا 8. انا ما غنمشيوش في هذا المنطق. شنو هو المنطق اللي غتشوف فيه؟ المنطق هو على ابعد تقدير 2 ديال المؤجلات خاصنا نديروا لا ميزاجور، يعني نتوقفوا 2 مؤجلات ماشي واحد. لا ماشي واحد، 2 بارفو نقدروا نمشيو ل3 ولكن 2 هي المنطق وهي المعقول. لانه ما يمكنش نراكموا، لان هاد الانديه اللي عندهم مؤجلات راه لاعبين في قمه الترتيب، ما يمكنش تسالي البطوله وما عندهم 9 المؤجلات. هادو راه كيتنافسوا على البطوله، يتنافسوا على مراكز مؤديه للتاهيل لكاس افريقيا. قد ما كنراكموا المؤجل قد ما غتبان مشاكل اخرى وتبان نقاش اخر وتبان مغالطات اخرى اللي ما خصهاش تكون. دونك ملزمين اننا الا كانوا شفنا 2 المؤجلات خصنا نتوقفوا حتى يتلعبوا المؤجلات. اوكي، يعني اللي فهمت مره اخرى، لو وداد برك هما المعنيين بالامر حتى هما اللي عندهم مشاركات قاريه، لو تراكموا 2 مؤجلات فملي كتوصل العدد 2 غتوقف البطوله ديك السيمانه وتلعب غير المؤجلات ديالو. اكزاكتومون سي ايوب. هذه هي الخرجه الاعلاميه اللي دار سي بالقشور. اشنو بان لكم في الكلام ديالو؟ واش قنعكم ولا لا بالنسبه لجماهير الرجاء والوداد والجيش الملكي وبالنسبه كاع ديال البطوله؟ واش الحل هو تاجيل الدوره كامله بالنسبه فاش تكون مشاركه بركان ولا الوداد، ولا تاجل لهم غير الماتش ديالهم، ولا يلعبوا نهار 3 ويسافروا؟ عطيونا الحلول تاعكم وتهلاو.